السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفتين من المطبخ التونسي. خبز الطابونة طايب في الفرن، جا خفيف وبنين، شوفوا ما شاء الله ماشي معجن من الداخل. حضرت معاه سلطة مشوية اللي زينتها بالثوم والزيتون والبيض المسلوق، شوفوا ما شاء الله تشهي، تصلح كغداء أو عشاء في هذا الصيف. تابعوا معايا الفيديو للأخير وما تنساوش ادعموني بلايك والاشتراك في القناة. عندي 250 جرام فارينة و250 دقيق ناعم. ضفت لهم الملح ونزيد لهم ملعقة صغيرة سينوج، ملعقة صغيرة حبة حلاوة أو زريعة البسباس، ونصف ملعقة صغيرة كمون. نخلط المكونات الجافة مع بعض ونضيف ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة فورية. رايحة نحط عليهم شوية ماء دافي ونخلي الخميرة تاعي تتفاعل. بعد ما تفاعلت الخميرة راح نضيف ملعقة كبيرة خل اللي راح يلعب دور محسن فقط، ونجمع العجينة بالماء الدافي. هنايا الماء ما كيلتوش لانه كاينه فارينة ودقيق اللي يشربوا كاين اللي ما يشربوش، يعني نتوما تبقاو تضيفوا حتى وين تتلم العجينة وتكون طرية، ما ديروهاش بزاف ناشفة. بعد ما جمعت العجينة راح نضيف لها 3 ملاعق كبيرة زيت عادي، ندخل الزيت في العجينة ومن بعد نحطها فوق سطح العمل ونبدأ نعجن فيها. شوفوا العجينة تاعي كيفاش راهي طرية، تشبه العجينة يعني تاع المطلوع. درك رايحة نغطيها ونخليها تخمر على الأقل ساعة، يعني حتى يتضاعف الحجم تاعها. بعد ما خمرت العجينة تاعي رايحة نرش سطح العمل بالفرينة ونبدأ نقسم في العجينة. أنا هنايا قسمتها إلى 4 أجزاء، يعني الكمية تاعي اللي درتها خرجت لي 4 خبزات. نجيب البلاطو اللي رايحة نطيب فيه، حطيت عليه ورق الزبدة ونبدأ نطرح في العجينة. في كل مرة نرش الفارينة لأنه العجينة تاعي طرية ما تلصقليش في سطح العمل. وبالنسبة للسمك ما تكون خشينة ما تكون رقيقة، يعني في الوسط. وبنفس الطريقة رايحة نكمل كامل الكمية. وبالفرشيطة رايحة نثقب الخبزات تاعي، ومن بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا ساعة حتى يتضاعف الحجم تاعهم. بعد ما خمر الخبز رايحة نجيب شوية ماء وندهن به سطح الخبز. هنايا تحبوا حليب او ماء، يعني لكم اختيار، فقط باه ما ينشفش الخبز تاعنا كي نكونوا قاعدين نطيبوا فيه من الاسفل وما يتشققش. وندخل الخبز تاعنا يطيب في فرن ساخن على 200 درجة من الاسفل، ومن بعد نحمروه من الفوق. نجيو الان للوصفة الثانية تاعنا اللي هي السلطة المشوية. رايحة نجيب فلفل حلو، فلفل حار، بصلة، ثوم وطماطم، رايحة نشويهم فوق النار كما راكم تشوفوا.
السلطة المشوية يعني تجي بزاف بنينة خاصة في الصيف، يعني هي مع خبز طابونة ولا كسرة سخونة تكفي انها تكون غدا ولا عشاء. بعد ما نكمل شوي الخضرة تاعي راح نلمها في كيس بلاستيكي ونخليها على الأقل ربع ساعة باه من بعدها نقدر نحيلها القشرة بسهولة. هنا انا نظفت الخضره تاعي، شوفوا بهذه الطريقه رايحه نحي القشور بيدي فقط، يعني ما نشللها تحت الماء ما والو، لانه كون نشللها بالماء راح يروح طعم الشوي. وبالنسبه للثوم راني استعملت 3 سنينات فقط، يعني ماشي الحبه كامل. نجيب فيه راح نرحي الخضره تاعي ونقطعها باه تجيني سهله كما راكم تشوفوا. بالنسبه للطماطم رايحه نحيلها الماء تاعها باه ما تجيش السلطه تاعنا ماويه. بعد ما نكمل نقطع الخضرة تاعي رايحة نرحيها، ما ديروهاش رقيقة بزاف، يعني تكون في المتوسط. ودركا رايحة نتبل السلطة تاعي بشوية ملح وفلفل أسود وشوية زيت الزيتون، يعني واللي عنده توابل السلطة المشوية يضيف ملعقة صغيرة. ونروح نشوفوها في صحن التقديم. وهذه هي السلطة تاعنا جاهزة بعد ما زينتها بالطون تاع الزيت والزيتون والبيض المسلوق. شوفوا ما شاء الله تشهي، وخبز الطابونة جا محمر من الجهتين، خفيف وطري وبزاف بنين. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة، ومع السلامة.